مش عارفة أبدأ قصتي وأحكيها من أنه اتجاه بالظبط. أنا عملت مصيبة سودا، كارثة كبيرة وذنب كبير أوي. مش عارفة إذا كنت هقدر فعلا إن أنا أكفر عنه ولا لأ. أنا اتجوزت وأنا صغيرة أوي، أول راجل دخل في حياتي. علاقتي معاه كانت كويسة جدا بصراحة. من أول يوم اتجوزت فيه وأنا كنت غصب عني بحب العلاقة الزوجية أوي وبستمتع بيها، وبالنسبة لي هي من الحاجات المهمة اللي في حياتي. معرفش بصراحة السبب ورا ده ايه، بس دي كانت طبيعتي. انا بعد كده خلفت منه بنتي الوحيدة اللي كنت عايشة معاها وليها، انا وهي وابوها احسن حياة. بنتي رانيا. وعلى فكرة انا اسمي وفاء. وبعد فترة ابوها مات الله يرحمه. كان راجل طيب ومحترم وجدع، وكان راجل وسيد الرجالة. بعد ما مات غصب عني معرفتش ان انا اعيش وحيدة ابدا، رغم ان انا كان عندي بنتي، وكانت بنتي بالنسبة لي سنها تحس ان هي اختي الصغيرة مش بنتي. بس معرفتش ان انا اعيش لوحدي من غير جواز. قعدت ادور على اي واحد يقرب مني، وكنت مستنية بفارغ الصبر اي جوازة تجيلي علشان اوافق، علشان معيش كده وانا، وعشان كمان اعيب في نفسي. وناس كتير جدا قالولي ولا عيب ولا حرام، دي حاجة كويسة، مش بدل ما تعملي حاجة غلط. وفعلا جه واحد اتقدم لي وكان اسمه حمدي، كان شغال كهربائي في المنطقة اللي احنا فيها. طبعا بعد موت جوزي بفترة لقيته بدأ ان هو يلمح ان هو كمان عايش لوحده، وان هو نفسه انه يكون معايا والكلام ده. واتجوزنا وكتبنا الكتاب. ويومها خليت بنتي تقعد عند امي اسبوع، وبعد كده جت وعاشت معانا وكبرت بنتي وسطينا. وكان بالنسبة لها هو ده، حمدي ده هو أبوها، مفيش فرق كبير. لأن هي تقريبا لما دخلت علينا في حياتنا كان عندها تقريبا 14 سنة 16 سنة. كبرت وبقى عندها 22 سنة، بقت عروسة. كل ده وهو معانا. أوقات كتير قوي كنت بلاقيه بيبصلها كده بصات مش كويسة على جسمها، وكنت باخد بالي قوي ساعتها. كنت بزعقله واقوله وبعدين يا حمدي عينك، مالكش دعوة بالبنت واحترم نفسك. كان ساعتها يقولي انت عبيطة يا ست انتي، دي بنتي. رانيا دي كأنها بنتي بالظبط، مفيش فرق ابدا بيني وبين ابوها الله يرحمه. قلتله بنتك مش بنتك، انا بقولك اهو، لم عينك. يقولي يا وفاء عيب عليكي، ما انتي عارفة اللي فيها. والحقيقة بقى حمدي ده صحته كده على قده، كان غير المرحوم أبوها خالص. كان راجل كده خيخة يا دوبك شوية صغيرين، ولاقيه بينهج وعرقان وتعبان ومدهول على عينه. مش بقول يعني ان هو مش راجل، بس يعني ما كانش جامد وكانت صحته على قده شوية. وقلت خلاص هعمل ايه، ما باليد حيلة. المهم ان انا موجود في حياتي راجل والسلام. وبعد كده اتقدم لبنتي واحد كان اسمه مصطفى، وكان شاب محترم وحلو وطويل طول بعرض كده، وهيئته كانت جميلة أوي الصراحة. وأول ما جه واتقدم لبنتي رانيا، لأن رانيا كانت حلوة أوي طبعا لأمها، وعجبته وعجبها. تممنا الجوازة، والحقيقة إن حمدي كان واقف معاها فعلا كأنه أبوها بالظبط. كل اللي هي كانت عايزاه لجوازها جابه جابه لها، وأي حاجة كانت بتحلم بيها عملها لها. وبرضه مصطفى كان نفس الحكاية. كان بصراحة فرحان جدا ببنتي طول فترة الخطوبة، وهي كان باين عليها ان هو هيموت عليها. لكن بعد الجواز ما كملوش شهر والتاني والتالت، ولقيت بنتي كل شوية زعلانة وغضبانة. تيجي زعلانة ومتنكدة اقول لها مالك يا رانيا يا حبيبتي، قوليلي فيكي ايه. تقولي انا تعبانة يا ماما. اقول لها تعبانة من ايه يا بنتي وانت لحقتي؟ تقولي تعبانة والله ومش قادرة، بس ما كانتش بتفهمني اي حاجة. بعد كده بقيت اضغط عليها واقول لها انا عايزة افهم ايه المشكلة، ايه اللي بينك وبين جوزك، خصوصا ان برضو لما كان مصطفى يجي ياخدها كان بيبقى باين على وشه ان هو زعلان، هو كمان. وما كانوش بيرضوا يحكولي. بعد كده لقيت بنتي رانيا كل ما تبقى جوزها زعلان وهي زعلانة تحكيلي،
واكتشفت السبب اللي كان بالنسبة لي غريب بصراحة. أنا كنت أتمنى أكون مكانها. لقيتها بتشتكيلي إن مصطفى بيحب العلاقة الزوجية أوي، وبيحب إن هو يعمل الموضوع ده كتير، أكتر من مرة ووقت طويل، والموضوع ده بالنسبة لها بيكون مرهق يعني، وهي مش عايزة كده. قلت بيني وبين نفسي سبحان الله، واحد صحته على قده ومعايا أنا، وأنا ببقى عايزة بصراحة الموضوع ده وبحبه، وبنتي ملهاش في الكلام ده، وربنا عطيها واحد صحته جامدة. وبقيت أستغرب أوي من الحال اللي احنا فيه. كان زمان خالص واحنا صغيرين، كان واحدة صاحبة أمي كانت بتقولي يا بنتي يا وفاء اوعي تحكي الأسرار اللي بينك وبين جوزك لحد. قلت لها ازاي يعني؟ قالت لي يعني الواحدة صاحبتك، لأن ساعتها الستات ما بتبقاش عارفة حاجة في الموضوع ده قد كده يعني. مثلا واحدة يكون جوزها صحته على قده ومتعودة على كده وما تعرفش حاجة أكتر من اللي هي بتحصل بينها وبينه، فما بتبقاش فاهمة أي حاجة غير ده. ولو سمعت بقى الكلام من واحدة تانية جوزها كويس، ساعتها ممكن تبص لجوز صاحبتها وممكن تستغرب أو ما ترضاش بحالها. فكانت دايما بتقولي كل واحدة تخليها في اللي معاها، ما تفتحوش عين بعضكم على حد، واللي بيحصل في البيت ده يكون بينكم وبين بعض. بس بصراحة كلامها كان صح، لأن اللي حصل لما بنتي رانيا قالت لي رغم ان انا ما نصحتهاش النصيحة دي، انا لو كنت نصحتها ما كانتش هتيجي تقولي اللي بيحصل بينها وبين جوزها. انا بقى ما نصحتهاش، وهي جت حكت لي ولفتت انتباهي قوي لجوزها مصطفى. وبقيت كل مرة كل ما تتعارك معاه وتيجي تحكيلي، وانا بصراحة كنت بسكت وبسمعها. هي بس تيجي تقولي انا تعبت يا ماما، انا زعلانة يا ماما، اقول لها ليه؟ قوليلي اللي حصل بالظبط وفهميني. وتقعد تحكيلي على كل التفاصيل بتاعة العلاقة اللي ما بينها وبين مصطفى. وساعتها غصب عني لقيت نفسي بفكر فيه وبتمنى ان انا كان حمدي يبقى زيه كده. كنت افتكر حمدي وطريقته واسلوبه واتغاظ قوي، ومعرفش ازاي ده حصل وازاي جاتلي الفكرة الشيطانية دي. بس ساعتها لقيت نفسي بحلم بمصطفى كتير، كل يوم احلم ان هو معايا، كل يوم انام وهو شاغل تفكيري. ولما اصحى من النوم اقعد اضحك وابقى مستغربة انا ليه حلمت الحلم ده، طب عشان خاطر ايه؟ وبعدين بقى كل شوية على كده لحد ما فهمت ان انا بقيت متيمة بمصطفى وبحبه قوي، وبتمنى ان انا اكون معاه بجد. وما بقيتش عارفة ساعتها احل الموضوع ده ازاي. وفي عز ما انا عمالة افكر كده، لقيت رانيا بنتي جاية ومطفلحة من العياط. اتخضيت قوي وقلت لها مالك يا رانيا في ايه؟ قالت لي الحقيني يا ماما، مصطفى خلاص هيطلقني، مصطفى زهق مني ما عدتش نافعاه. قلت لها ليه؟ ايه اللي حصل؟ قالت لي نفس المشكلة يا ماما اللي انا قلتلك عنها، مصطفى بيقولي ان انا مش هنفع معاه الكلام ده، ومادام انتي مش مكفياني ومالية عينيا يبقى انا من حقي ان انا اتجوز تاني. ما انا مش معقولة ابقى متجوز وابقى ناقصني الحاجة اللي انا بحبها دي، امال الجواز ليه؟ الصراحة بقى انتي مش عارفاني ومش مخلياني قادر ان انا اسيطر على نفسي. انا قوتي الحمد لله تسمح لي ان انا اتجوز بدل الواحدة 4، بس انا ظروفي ما تسمحش ال4، هتجوز واحدة كمان. وطبعا ساعتها انا قلت لها مش هينفع، وما تخافيش وما تقلقيش انا هحللك يا حبيبتي الموضوع ده كله، وصدقيني بس انت اسمعي كلام امك. طبعا البنت قالت لي يعني هتحل ازاي ده يا ماما، انا مش عارفة اعمل ايه، وبصراحة بجد انا تعب منه وببقى على طول تعبانة وظهري بيوجعني، وهو ما بيرحمنيش وما بيعتقنيش، وانا خلاص زهقت. بس نفس الوقت انا مش عايزاه يتجوز عليا لان انا بجد ممكن يجرالي حاجة، وبرضه مش عايزة اتطلق، انا عايزة حل وسط. قلت لها ما هو انا بقى هجيبلك الحل اللي انت عايزاه، الحل اللي هيريحنا كلنا، بس انت كده ركزي معايا يا حبيبتي ويا قلب امك، وملكيش دعوة بالباقي. ومعرفش الفكرة دي جت في دماغي منين وازاي، ولقيت نفسي بتكلم مع بنتي بمنتهى البرود. مش عارفة بجد جبت الجرأة دي منين. وقلت لها بصي بقى عمك حمدي صحته مش قد كده يعني، مش جامد قوي، وعايز حد ضعيف زيك كده.
بنتي بصّت لي ومتنحة لي بتقول لي: "يعني إيه مش فاهمة حاجة يا ماما." قُلت لها: "يعني إيه يا حبيبة قلبي؟"